حظ وطاقة برج القوس. نبدأ بسم الله والصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه رسائل من طاقتكم الكونية ومن باب التفاؤل، ولا يعلم الغيب إلا الله. برج القوس، لديكم طاقة ملل وتعب، حتى عملك مللت منه، مش حاسس انك عايز تروح لشغلك. في طاقة تعب وتخاذل كبيرة جدا ومحاربة بينك وبين زملائك او بينك وبين بعض الاشخاص. مقدم على وظيفة ومنتظر الرد يا برج القوس، وان شاء الله الرد هيسر قلبك عن قريب. قول يا رب والله اعلى واعلم. عندك بداية جديدة وخوف من البداية دي. ما تخافش يا برج القوس. برج القوس من الابراج الشجاعة الجريئة اللي دايما بتحب التجديد والتغيير وبتكره الروتين. عندك حساسية عالية اليومين دول ومش عايز تتكلم في امر شغلك يا برج القوس، وتصرفات بعض الناس مش عاجباك، لكن انت هتواجه الناس دي وهتتعامل معاهم بالمنطق وليس بالمشاعر. عندك ذكاء في التعامل مع الشريك، والبعض من مواليد برج القوس عنده التزامات مالية كبيرة جدا. حاسس بعدم استقرار مالي يا برج القوس، انتبه. حاول توجه قراراتك ناحية المال قرارات وتجعلها قرارات صحيحة، متاخدش اي قرارات متسرعة تندم عليها مرة اخرى. عندك هدايا على الصعيد العاطفي، في بعض الهدايا ممكن انت اللي جايبها للشريك او الشريك جايبها لك، وفي بعض التخبط على الصعيد العاطفي. البعض منكم خايف ومتحفظ من ناحية الحب بسبب صدمات عاطفية قديمة يا برج الحوت يا برج القوس عفوا، وعانيت كتير جدا وتعبت من العلاقات القديمة اللي كانت في حياتك ولسه مأثرة عليك لحد دلوقتي. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش اللايك عزيزي مولود برج القوس، ونكمل قراءة طاقة مواليد برج القوس العزاز. في شخص مش قادرين على نسيانه، عندك طاقة سلبية من الشخص ده يا برج القوس بسبب أذيته ليك، لكن لسه في قلبك ليه بعض المشاعر ومش قادر تنساه ولا تطلعه من تفكيرك. والبعض من مواليد برج القوس تعرض لمس أو سحر أو حسد قوي جدا، هو سبب طاقة النفور التامة من ناحية الشريك، وهو سبب الأزمة اللي حصلت بينك وبين شريك حياتك يا برج القوس. حاول تحصن نفسك دايما وتخرج نفسك من الطاقة دي. برج القوس بإذن الله هتحاول تخرج أو هتقدر تخرج بقدرتك من طاقة الملل والتعب اللي بتمر بيها اليومين دول. إن شاء الله عندك بدايات جديدة هتسر قلبك وهتفرحك وهتغير حالك من حال إلى حال بإذن الله. اللايك عزيزي مولود برج القوس. انت عايز تتكلم في أمر معين لكن خايف من المواجهة. في شخص أذاك أو سبب لك مشكلة وانت عايز تواجهه لكن خايف من المواجهة دي ومش قادر تتكلم، لكن أحسن لك تتكلم وتطلع اللي في قلبك يا برج القوس. ما تخبيش المشاعر دي لأن انت هتفضل محتار فيها ودايما شغلاك، فحاول تخرجها وتواجه اللي أذوك. واللايك تاني ما تنساش يا عزيزي مولود برج القوس. عندك صدمات عاطفية من الماضي كبيرة جدا مأثرة على نفسيتك، لازم تخرج منها، لازم تجدد طاقتك. حاول تغير المكان، تطلع لرحلة معينة او تغير جو وتبعد عن البيئة اللي سببت لك المشكلة. التعافي مش هينفع في نفس المكان اللي اتأذيت فيه يا برج القوس. ان شاء الله في خير كبير مستنيك، وهتقدر تعدي المرحلة الصعبة اللي بتمر فيها، لكن رشد استهلاكك وصرفك في الماليات لأن انت بتمر بأزمة ان شاء الله تقدر تعديها يا قوس. مولود برج القوس الشجاع الذكي اللي بيقدر يعدي المخاطر وبيحب المجازفة وهيقدر يعديها بإذن الله. حاول تخرج من الطاقة السلبية اللي بتعاني منها الفترة دي لأن عندك إيجابيات عالية جدا الفترة اللي جاية، أبواب رزق متفتحة مستنياك بخير كبير جدا إن شاء الله. تغييرات على الصعيد العملي وعلى الصعيد العاطفي كبيرة جدا هتغير نفسيتك من النقيض للنقيض بإذن الله. ولو وصلت معايا لحد هنا عزيزي مولود برج القوس ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلكم كل جديد، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.